بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله رسول الله إلى المقوقس عظيم مصر: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإن عليك إثم كذا وكذا وكذا. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة معه رسالة، سفير على مستوى، فدخلوا قرأ الرسالة المقوقس، قال: والله إني أعلم أن رسولكم قد خرج وكنت أظنه من غير العرب، لكني ما أقدر أسلم لأن القبط أخشى منه. فكتب للرسول رسالة وقال: خذ معك هدية. أعطاه طبعا أموال وأعطاه ذهب وأعطاه غير ذلك، ومن ضمن الهدايا قال: أهديه جاريتين، مارية القبطية بنت شمعون، وأخت لها اسمها نسرين، كن جواري لهم يعني خصوصية، قال: هن جواري ليست كجواري القصر. حاطب خذ الهدايا والعطايا ومنهم هالجاريتين. البنات في الطريق طالعين من مصر ما يعرفون، في الطريق يبكون وخايفات، فالتفت حاطب. شوفوا الذكاء والأدب، شوفوا الرسول الذي أرسله رسول الله السفير، جلس يقص عليهم قصة. وش تتوقعون وش قال لهم؟ قال: اسكتوا والله بوديكم الرسول الله، وش فيكم تصيحون أنتم؟ لا، قال: إن هذا الطريق مرت عليه امرأة مثلكم، كانت جارية جاءت من مصر وكانت رايحة إلى نبي. من يقصد هاجر، وجلس يقص قصة هاجر وهي مصرية، وهم يسمعون الكلام وتغيرت وجيههم وبدأوا يضحكنا. يقول حاطب بن أبي بلتعة: فقلت إنها فعلت وفعلت، ويقص قصة إبراهيم ويذكر لهم ما حدث. يقول: والله ما قربت إلى المدينة إلا وقد أعلن إسلامهما. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دخلت على النبي وسلمت، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها له فتسراها، وأعطى الثانية أهداها حسان بن ثابت، أختها قيل سيرين وقيل نسرين، أهداها إلى حسان بن ثابت. ولما جاءت سكنها النبي في العوالي مكان فيه زرع وفيه خضرة، وكأن النبي يراعي عليه الصلاة والسلام بيئتها، هي جاي من بلد من النيل والزراعة، هي من الصعيد بالمناسبة. فقربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخل بها النبي، جاء ليلة الرسول يبغى يدخل عليها، ما لقى مكان. حفصة رضي الله عنها مرضت، فاستأذنت أن تذهب لأبيها بيت عمر، وأذن الرسول لها فراحت. لما راحت بيت عمر قال: جيبوا لي مارية القبطية. فأتوا بها ودخل بها النبي في غرفتها في حجرتها. وحفصة رجعت في ذيك الليلة، يوم رجعت لقيت الرسول معها في الغرفة، قالت: ما لقيت إلا غرفتي، ليش ما رحت لغرفة عائشة؟ وش دخلك عندي؟ أنا بفعل وأترك. وصار من الكلام الشيء الكثير. فالرسول يهدئها رضي الله عنها: اسكتي، أترضين أن أطلقها؟ تبغيني أطلقها يعني ما عاد أحرمها على نفسي، وأنا أعدك ألا تأتي مرة ثانية؟ قالت: خلاص، ما دامك بتحرمها على نفسك وتطلقها أنا ما راح أبلغ أحد، أبسكت، سر بيني وبينك يا رسول الله. فطلعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت عائشة، وعائشة علمت زينب، وانتشر الخبر في المدينة. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل النساء شهر. رقى الرسول على جبل وجلس في مكان يسمى المشربة أو المشربة، يعني مثل المكان الصومعة للتعبد، وحط له حارس اسمه رباح عبد، قال: لا أحد يدخل علي. وعمر رجع قال: الرسول طلق زوجاته؟ قالوا: نعم، إن النبي طلق زوجاته. ما يدرون، لكن بلغ وشيع أن الرسول طلق الزوجات. فجاء النبي، جاء عمر بن الخطاب: وين الرسول؟ قالوا: فوق. رقى فوق، فلما صعد إليه قال: يا رباح استأذن لي من الرسول. دخل، يقول: دخلت رباح والرسول منسدح على حصير ودموعه تنزل، أثر في جنبه. قال: فلما رأيته يفعل قلت: يا رسول إن عمر يستأذنك. يقول: والله ما رد علي، والدموع تنزل. يقول: طلعت قلت الرسول ما سمحت أدخل. يقول: رجعت عمر، يقول: جيت المرة الثانية اليوم الثاني قلت: يا رباح استأذن لي يا رسول الله، أبغى أدخل عليه، أبغى أشوف النبي عسى ما في شيء. يقول: فدخلت فاستأذنت فما رد النبي علي، لا قال لي ولا قال لا. يقول: المرة الثالثة عمر جيت ورفعت صوتي أبغى الرسول يسمع، قلت: يا رباح استأذن لي رسول الله، والله لن أكلمه عن حفصة، ترى ماني مكلمة عن بنتي. يقول: فدخل رباح فإذا بالرسول جالس، قال: إن عمر يستأذن. يقول: ما رد. يقول: جيت عمر قلت: ما أذن النبي. يقول: وأنا راجع ألا الرسول ينادي رباح: رباح تعال. جاء رباح قال: نادي عمر. عمر أذن النبي لك تعال. يقول: يرجع. يقول: فدخلت على النبي فإذا جنبه أثر عليه الحصير عليه الصلاة والسلام. رسولكم ينام على حصير وعنده شيء من شعير يطحنه ويصب عليه ماء ويأكله، ويلتحف بجلد غنم. قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير
وأنت تنام على هذا الحصير؟ قال لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال يا رسول الله تغضب من نساء؟ الله معك وجبريل وكلنا معك، أبو بكر وعمر وعثمان. الله قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال يا رسول الله والله إن كانت حفصة قد فعلت شيئا لك ائذن لي أن أقطع رأسها. قال لا هون عليك يا عمر. بدأ الرسول يضحك شوي.